السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي شباكيه باللوز، اللي جميع الاخوات اللي عندي في الانستغرام هبلوني على الوصفه ديال الشباكيه، وهاني غننزلها لكم اليوم. وكنتمنى من الفيديو يعجب لكم وتفاعلوا مع هذا الفيديو. بقاو معايا الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والفيديو والوصفه كامله. هنا عندي كيلو 300 ديال الدقيق اللي غنغربلوه، وغنزيدوا عليه 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غنغربلو كلشي مزيان. من بعد نزيدوا عليه كاس ديال اللوز محمر ومطحون، غندوزو حتى هو في الغربال. وعندي كاس ديال الجنجلان اللي مصهد ومطحون، غندوزو حتى هو في الغربال. وعندي النافع وحبه الحلاوه، الخميره د الخبز القرفه ملعقه كبيره، النافع وحبه الحلاوه ملعقه كبيره، وخميره د الخبز غير الراس ديال المعلقه الصغيره. هنا عندي كاس ديال الماء دافي، غنزيد عليه شويه ديال زعفران الحر، غنخلطو مزيان ونصفيوه ونخويوه على النواشف ديالي اللي عندي في القصعه. هنا غنخلط النواشف ديالي اللي هما الدقيق والقرفه وحبه الحلاوه والنافع والخميره ديال الخبز والخميره ديال الحلويات، مهم جميع النواشف. غنعجنوا العجين ديالي بالماء وزعفران الحر وما زهر والزيت والزبده مذوبه، كاس من كل حاجه. غنجمعوا كل الخليط ديالي مزيان ونعجنوه مزيان. الشباكيه هي كتحتاج للدليك مزيان، وكل ما عجنته مزيان كتخرج النتيجه زوينه. هنا صافي جمعت العجينه ديالي بدوك السوائل اللي كانوا عندي. حيدت القصعه وغنديرها على سطح العمل باش نعجن العجينه مزيان. المهم راه كي قلت لكم شحال ما عجنتو في العجينه غتخرج النتيجه مزيان. هنا حسيت بالعجينه ديالي بحال الا ناشفه شويه، زدت ليها شويه ديال المزهر والماء وزعفران الحر اللي دفيتهم شويه، وكنزيد شويه بشويه على العجين ديالي كنعجن. هنا الماما كانت كتعاونني في العجينه. مهم عجناها مزيان. بعد ما وصلت للقوام اللي بغيت ديال العجينه، مهم كتكون ما رطبه ما قاصحه، يعني كتجي نورمال. غنردوها في القصعه ديالنا وندير عليها السلوفان، نخليها ترتاح هكاك شي 15 دقيقه. هنا غنبقى بعد ما ارتاحت ليا العجينه غنبقى نهز النص بالنص ونسرحهم بالدلاك مزيان ونورقهم، ندير لهم بحال الطورق اللي كنديروا للمسمن. غتشوفوا في الفيديو غتفهموا كل شيء. هنا كنحيد الزوائد اللي كيكونوا معوجين باش تجي لي العجينه مقاده. شوفوا هنا على الطريقه اللي كندير ديال الطويه. مهم غنسالي جميع العجينه ديالي، وحتى دوك الزوائد اللي كنحيد من الجناب غنعجنهم بين يديا ونخليهم يرتاحوا ونعاود لهم نفس الطريقه ديال الطويان. المهم هنا هاني كنعاود في الطريقه. دابا هما العجينه ديالي بدوك الزوائد بالعجينه من الاول طويتها كامله وورقتها، غنخليها حتى هي ترتاح هكاك شي 15 دقيقه. هنا بعد ما ارتاحت كنهز الحبه الاولى اللي ورقت، غنسرحها شويه بالدلاك وغندوزها بالماكينه ديال الشباكيه. انا عندي النمره رقيقه كاع هي 8، والنمره الغليظه كاع هي 1. هنا دوزت في 3، من بعد غندوز في النمره ديال 6. هاني دابا غندوز في النمره ديال 6. المهم غنسالي هكاك
جميع العجينة اللي عندي حتى نكمل الكمية كاملة ونبقى نشبك. هنا بعد ما ساليت سرحت العجينه ديالي كامله، غندوز عليها المرشم ديال الشباكيه وغنبدا نشبك. هنا كندوز جراره ديال الشباكيه، كنعاود على دوك الطوابع ديال المرشم، لحقاش شي مره ما كترشمش مزيان. المهم كندوز عليهم كاملين وغنهز الاولى غندوز ليها الجراره في دوك التقابي ديالها ديال الوسط ها هما. المهم المربع ديالنا ديال الشباكيه فيه 5 ديال المستطيلات، كنهزو دوك الجوج الاولانيين كنحطهم على دوك الجوج اللي قدامهم، وكيبقى واحد برا. هذاك اللي كيبقى برا هذاك اللي كنطوي وكنجمع كنشكل منه ورده. راه غتشوفوا هنا الطريقه كي كنقول لكم وغتفهموا. هاني غناخذ جوج الاولين غنحطهم على الاخرين، وداك النص اللي بقى لي برا غنردو ونجمعو. المهم راه كتشوفوا الطريقه مباشره في الفيديو، ما عرفتش كي غندير نشرح لكم بالضبط. المهم اللي غيشوفوا الفيديو راه غيعرفوا الطريقه. هنا بعد ما شبكت جميع العجينه ديالي غنخليها في شي بلاصه تكون بارده، يا اما تحلوا عليها السرجم او شي حاجه هكا، نخليها حتى تنشف مزيان. شوفوا هنا راه كنلعب بالشباكيه كيما بغيت، ما كتهرس ما كدير والو، لحقاش خليتها نشفت مزيان. هنا كنجرب الزيت واش سخونه ولا مازال. هنا عرفت باللي صافي الزيت ديالي سخونه، كنهز الشباكيه على داك الوجه اللي غايبان للناس كنحطها في الزيت. مهم هنا العافيه تكون متوسطه. المهم كنعمر المقله ديالي بالشباكيه، وغير نلقاهم كيتنفخوا كيطلعوا غنبقى نقلب وحده بوحده، نخليهم عاوتاني يطيبوا على خاطرهم، نقص عليهم النار. منين نشوف باللي الشباكيه ديالي بدات كتحمر من التحت نقلبها عاوتاني تحمر من الوجه اللي غيتقدم، وغنبقى نهز الزيت ونرمي عليها شويه بشويه. من بعد غنبقى نهز بشي فرشيطه هكا ونرمي في الزيت في العسل ديريكت، يعني كتكون سخونه والعسل ديالي كتكون بارده. المهم تشرب غير نرميوها في العسل، غنبقاو نرميو عليها العسل بالمعلقه شويه بشويه حتى نساليو جميع الكميه ونخليوها شويه في العسل، عاد نهزوها ونديروها في شبكه باش تستقطر العسل. هنا كنرمي الدفعه الثانيه ديال الشباكيه ديالي في الزيت. هنا لقيت الزيت سخونه بزاف، حيدتها على النار وبقيت كنرمي فيها الشباكيه. مهم الا بقات لكم الزيت هكاك سخونه بزاف تزيدوا عليها الزيت تكون بارده، وعاد تردوها على النار على نار مهيله، وتبقاو ديروا نفس الطريقه ديال القليان الاولى. وهنا نكونوا سالينا الشباكيه ديالنا. شوفوا النتيجه في الاخر كي جات، تشبك بقهوه هذاك
تعليكه وتقرميشه الصراحه واحد الشبكيه كتجي زوينه. وكنصحكم بهاد الوصفه، راه الوصفه مضمونه وسهله وما كتحتاجش بزاف ديال الوقت، الا درتو بزاف ديال يعني بزاف ديال الكيلوات الدقيق داكشي راه نورمال غتجي شي حاجه صعيبه وتامره. ولكن الا درتو غير شويه لداركم الصراحه غير جربوها، راه والله الا الوصفه ناجحه 100%. كنتمنى الفيديو يعجب لكم والوصفه تكون سهله وزوينه. وطبعا الا عجبت لكم ما تنساونيش كي كنقول لكم ديما باللايكات ديالكم والكومونتيرات، وتشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم مع الاصدقاء باش نتشجع اكثر ونبقى كل مره نشارك معكم وصفات كنديرهم لدارنا. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي شحال الثمن ولا واش كديري لي كوموند واش ممكن تخدمي لنا، انا البنات كنقول لكم مازال ما كنشدش لي كوموند وما كنخدمش للناس، مازال غير كندير وصفات لدارنا وكنفرح عائلتي. هذا الشيء اللي كاين. حتى ان شاء الله نبدا ندير لي كوموند اكيد غنعلم لكم وغنبقى نشد عليكم لي كوموند ان شاء الله. وهنا غنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله احبابي.